متضايق وشايل الهم، ما تتضايقش. تعال اسمع قدس ابونا بيقول ايه. أنا عشان لو الكلام ما يلزمكش يا ريس، يعني قضي وقتك واتكل على الله. الكلام ما يلزمكش. اصل هي بعت رساله النهارده لناس معينه. الناس دي هي الناس الموجوعين، التعبانين، المتضايقين، المحتاجين، العيانين. هي الفضيله بتاعت النهارده رساله جايه للناس دي. حد في الكنيسه دي من ضمن الموجوعين؟ هو انتم موجوعين لدرجه ما قادرينش ترفعوا ايديكم؟ كل ده وجع؟ مفيش المشاركه؟ في حد موجوع؟ في حد موجوع في الكنيسه دي؟ تعبانين؟ صدق الفضيله بتاعت النهارده للموجوعين. نقول لها مالك يا امي يا عذراء انت بالموجوعين؟ انت مالك ومال الموجوعين؟ تقول لي ما انا منكم. اصلك انا موجوعه، بس بص على حته صغيره من وجع العذراء يلي بتقول انا موجوعه. بص على وجع صغير كده. عيله صغيره عندها 3 سنين، ابوها وامها خدوها وداها تشتغل خدامه فين؟ ولما يجي البيه يقدم ذبيحه عشان راجل خاطي جاي يقدم ذبيحه ربنا يرضى عنه، فيذبح ويعلق وتنزل نار من السماء وتاكل الذبيحه، يتبقى في الارض الدم. تيجي البت الخدامه الشغاله الصغيره تجيب القماشه. انتوا عندكم شرشوبه بعصايه، هي قماشه، وتلم في الدم وتحط في الجردل وتكب ميه عشان الدبان والحر. خدامه. ايه رايك في الخدامه؟ اب ولا يسال وام ولا تحن. ما خلاص في الهيكل يا ابونا احنا هنتدخل كمان في شغلها، ودناها وسبناها لربنا. واول ما تكمل ال 12 سنه ام النور بدل ما يبنوا لها اوضه ويقولوا لها دي الاوضه الخاصه ليكي عشان كبرتي وحلويتي، يقولوا لها اطلعي بره. اطلعي بره ليه؟ ليه انا قصرت في حاجه؟ يقولوا لي لا انت كبرتي وحلويتي. تروحي تشتغلي خدامه في بيت مين النجار. على قد ما في قداسه باينه على وشكم، على قد ما عدم المشاركه ده قلقني. لا بجد يعني ما في قداسه باينه على الوش باسم الصليب. يعني الشعب ده شعب محب للمسيح حلو قوي، ما بركه الاباء نضحوا عليكم، بس ما بيشاركوش. عيانين يعني سامعين؟ طيب يعني الصوت واصل. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. ودوها بيت مين؟ يوسف النجار. هي عاشت الوجع وكلكم أدرى وعارفين بالحكاية بتاعتها وقصتها. نقول لها يا اللي اتوجعتي قبل مني، لو أنا موجوع تحب تيجي النهاردة تقولي لي إيه؟ هتطبطبي عليا إزاي؟ بأنهي طريقة؟ تقول لي أقول وتقول معايا؟ أقول لها قولك، قولي وأنا أقول معاكي. تقول لي تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي. الموجوع يقول تعظم نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي. تبتهج روحي يا ابونا الكلام ده مش علينا، احنا بنقول لك موجوعين. تبتهج ايه؟ هو شفت في مره واحد موجوع ولا عنده ميتم ولا حزين وتقول لي يبتهج؟ متلخبطه كده، زي حزين ويبتهج في نفس الوقت. تبتهج روحي دي ازاي يا ام العذراء؟ تقول لي استهدى بالله. انت واخد الكلام من اخره ليه؟ مش قلت لك البدايه بتقول تعظم نفس الرب؟ تعظم نفس الرب. هو انا نعرف نعظم الرب انا؟ تقول لي وانت مين انت؟ ايه هتقول انت عشان تعظم نفسك؟ ده تعظم نفس الرب معناها اني اعترف واعلن بعظمه الله القادر على كل شيء، الذي له السلطان المطلق، معطي الحياه، فاحص القلوب والكلى، اللي بيدبر امورنا، غفر خطايانا. غفر خطايانا؟ ايه غفر خطايانا دي كمان؟ ايوه ربنا غفر خطايانا. تصدق موضوع غفر خطايانا ده يخلي الواحد يفرح. اصلك اي حاجه تعرف تشتريها بفلوسك. طب غفران الخطايا؟ طب لو عامل لك بلوى وعاوز تيجي تدفع قرشين هنا يغفروا الخطايا بتاعت البلوى اللي عاملها؟
لا مش بالقرشين، ده يمكن ابونا يرفض ياخدهم، يقول لك لا توب يا ابونا هنجيب تكييف يا ابونا شريف بيتكم مش عايزين، انت هتشتري غفران بالفلوس. لكن ربنا يجي يقول لي ايه؟ انا غفر الخطايا. عارفين الست الحلوه ساكبه الطيب اللي بكت ودموعها راحت ورا السيد المسيح ودموعها نزلت على قدمي الرب يسوع، ونزلت بشعر راسها تغسل ايه؟ تمسح قدمي المسيح بعد ما غسلتهما بايه؟ بدموع عينيها. يقول لها ايه المسيح؟ يقول لها ايمانك خلصك. ايمانك خلصك؟ يا ست الكل انت يا هانم، ايه رايك في مشاعر واحده خاطيه يجي المسيح يقول لها ايمانك ايه؟ خلصك، مغفور ليك خطاياك. ايه رايك؟ عارف عشان تقدر تحس باللي بقول عليه، تعال حط بالك كده تكون يا عيني ايه؟ وقعت في خطيه القتل وقتلت واحد، فجاء على طول البوليس اخذك على النيابه والنيابه للقاضي، ووقفت قدام القاضي اعترفت بخطيتك انك انت عملت ايه؟ قتلت واحد. فالقاضي يقول حكمت المحكمه حضوريا بعد ثبوت كل الادله واعتراف المتهم بخطيه ولا بجريمه القتل، حكمت المحكمه على المتهم فلان الفلاني بالاعدام شنقا. كده يبقى فلان ده مكانه فين؟ في التربه، مش اعدام شنقا. يبقى ده اخرته رايح على فين؟ ده على القبر، على الموت. وتعدي الايام ويلبسوه البدله الحمراء ويجهز حاله ليه؟ خلاص رايح في ما بيرجعوش منه، رايح خلاص هيخلصوا عليه. وشويه ويطلع واد محامي حلو كده يروح يرفع القضيه للاستئناف ولا لمحكمه النقد العليا، ويقول ايه؟ وحيثيات القضيه ويقدمها قدام القضاه الكبار قوي دول بقى اللي هم اكبر ناس في البلد. واللي دارس قانون عارف انه ما في حكم اعدام على واحد غير لما يوقع على الورق الاعدام 13 قاضي. ده هم اللي جايين، مش انا يا دوبك عرفت بس المعلومه. يمضوا 13 قاضي عشان يحكموا بالاعدام على واحد. ويجي في محكمه النقد العليا يجي قاضي يقول انا مش مرتاح لموضوع حكم الاعدام ده، انا ما موافقش. احنا 12 موافقين، يقول انا مش موافق. يقولوا له طب نعمل ايه؟ ياخد تأبيده، يعني يقعد 25 سنه سجن او اكتر لحد ما يموت يعني. ويجي يتحول الحكم من اعدام لايه؟ لتأبيده، فيقلع البدله الحمراء ويلبس البيضه ولا الزرقاء؟ البيضه. وشويه ويجي الريس يحنن قلبه ويدي اعفاء رئاسي، تيجي حضرتك من اعدام لتأبيده واسمك ينزل في السجلات واطلع عيش من جديد. ايه رايك؟ ايه رايك بقى في الحريه والفرحه دي كلها؟ فرحه ولا مش فرحه؟ فرحه عاليه ولا فرحه متوسطه عاديه؟ ده غامره، ده ادى حياه. طب ما ده حالي وحالك. لما نيجي عند قدس ابونا وميل راسي، رايح فين يا ابونا؟ اقول له يا ابونا حللني يا ابونا، حللني يا ابونا. ايه يا ابونا في ايه يا ابونا؟ حللني يا ابونا عشان انا خاطي. جاي يعترف لربنا في ودن ابونا واسمع الغفران من ربنا من لسان ابونا. ابونا يقول لي ايه؟ ابنك فلان ان كان اخطا اليك بشيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس، ايه يا ابونا؟ يقول انا عشان ادي لك براءه كامله. فابنك فلان يا رب انت كصالح ومحب البشر، اللهم انعم عليه بايه؟ غفران الخطايا. ما الملك جاي متنكد عليك ليه ومش عايز تفرح ليه بس؟ احنا جايين مثقلين بالهموم والنكد مالينا ليه بس؟ ده نيجي ندخل الكنيسه ناخد ايه؟ غفران خطايا. طب ما ده مش يفرح قلبنا؟ تبتهج روحي بالله مخلصي، دي مش بالكلام، دي بالحياه، دي بالعيشه. اللي يجي الكنيسه يقدم توبه ويعترف اعتراف صادق ويبعد عن كل خطيه ويقول له يا رب توبني فاتوب، ده ياخد غفران خطايا. يحصل فيه ايه؟ يفرح. يقدر يقول مع امه العذراء تبتهج روحي بالله مخلصي. عارفين لو نقعد نعد النعم والاحسانات التي افاض بها الله علينا كبشر، احنا كشعب الكنيسه صدق نروح فرحانين.
وما فيش مانع يتنكد علينا تاني، اصلك عدو الخير واقف لنا. عارف تبقى واقف في القداس حاضر، ممكن تبقى لابس شماس وواقف جنب ابونا عمال يقطع في الجسد ومتهلل وفرحان، ويجي المعلم ويرتل لامنا العذراء واحلى كلام والسلام لك يا مريم، وتلاقي نفسك في حاله فوق الوصف. اوعى تفكر عدو الخير يسيبك، ده تنزل تيجي تركب العربيه تلاقي المرايه مكسوره. يا ابوي يا ريتني ما جيت النهارده، المرايه كان نجيب مرايه منين تاني؟ طيب لا، هو ما هيسيبك يطبطب عليك، لا. بس واحد من الاباء الحلوين قال لك الشيطان يضرب بشاكوش وانت تضرب بمرزبه. المرزبه دي اللي هي يعني شاكوش كبير للي مش فاهم. هو يضرب بشاكوش وانت تضرب بمرزبه، يوجع الركب ويخليك ما تقدر توقف. تقول له مالي انا نتهلل، ده انا نائمه ولكني ايه؟ مستيقظ، برتل ومتهلل حتى وانا نايم. هو يضرب من ناحيه واحنا نضرب من ناحيه. احنا عندنا نعم كتيره. لما راحوا التلاميذ لرب المجد يسوع وقالوا له علمنا نصلي، هنقول ايه في الصلاه؟ هنوقف نبص على بعضينا؟ ما تقول لنا نقول واحنا نقول اللي تقول عليه نقول احنا، وانت قلت لنا الكلام اللي تقوله لنا نقوله وخلاص، ويبقى كده بنصلي. مش هو ده الصلاه، عايزين نعمل بيننا وبينك صله. ما تقول لنا نقول واحنا نقول. يا ترى هنقول ايه؟ قال لهم قولوا لي يابا. لما تيجي تتكلموا معايا تقولوا لي يا ابانا، ولما تبقى حالك مع وحدك تقول يا ابويا، ولما يجي يكلمني يقول لي ايه؟ يا ابني اعطيني. يا ابني كلام عليا ولا على مين؟ يقول لي ايوه انا بشاور عليك، دعوتك باسمك انت، ايوه انت باسمك، دعوتك انت ليا. الله، ايه البنوه دي؟ البنوه دي ده لما يكون في امبراطور عشان خايف نقول ريس ما نقول ريس. لما يبقى في ريس تعرف تدخل عنده يا ريس؟ ما تعرفش، لازم تخبط على كذا باب لحد ما توصل على باب الريس. وما ينفعش تدخل كده على طول، ده يدخل كام ظابط قدامك يقول انه فلان جاي يا ريس، فلان جاي يا ريس، وايه، وبعدين تيجي مخبط وتدخل بكل مهابه وخشوع. طيب ايه رايك في الواد حفيد الريس؟ يخش قابل ظابط ولا ما يقابلش مش فارقه معاه، يخش رايح فين؟ خد يا واد رايح فين؟ انت مين انت تقول لي رايح فين؟ رايح لجده، رايح عند جده. انا ابن الريس. طب ولو ابن الريس ايه؟ ده البيبان تتفتح له كلها. طب ما انت ابن الملك يا ريس، ما انت ابنه، دعوتك باسمك انت ليا. تخش كده بكل مهابه وخشوع. رايح فين؟ اصلك رايح اترمه في حضنه. رايح فين؟ ماشي في الطابور. رايح فين؟ يقول لي رايح اتناول. يا ترى انا عملت ايه علشان ينفع اتناول؟ يعني ايه الامكانيات والقدرات والمهارات اللي اكتسبتها عشان ينفع امشي في الطابور واخش اتناول؟ ايه يعني؟ ايه اللي عملته يعني؟ لكن بكل مهابه وخشوع اخش اكل من جسده واشرب من دمه واتحد بيه. اخد اقوى اتحاد في تاريخ البشريه، اقدر بعدها اقول لا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. احنا في نعم كتيره للي بيدور على الفرح، اللي عايز يفرح يشوف المسيح. في حد عايز يفرح؟ اتكلمت عن الموجعون والتعبانين والعيانين ما حدش رفع ايده. طب في حد فيكم عاوز يفرح؟ الله، المتواضع رفع ايده صدقني. المش متواضع بقى العظمه ملياه يقول لك ايه كمان هيرفعونا ايدينا؟ لا، اشترك بس، مش يمكن الكلام يكون عليك وتروح فرحان. اشترك، شارك، قول عايز افرح. عايز تفرح؟ تعال قابل ربنا. هو قال كده اراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. طب انا عايز اشوف ربنا، حد يقدر يقول لي اشوف ربنا ازاي؟ انا اشوف ربنا ازاي؟ انا نفسي اشوف ربنا. اشوف ربنا ازاي؟ طيب هو قال كل ما فعلتموه بهؤلاء الاصاغر فبي قد ايه فعلتم. يا بختك يا ريس يا اللي مروح تدور على تشوف ربنا ازاي، فبتدور على واحد عريان تكسيه، واحد غلبان تاكله لقمه ولا حاجه.
ولا مين مريض يكون غلبان عاوز تحاليل وإشاعات وقصته وحكايته شغلانته شغلانة، وتاخد يوم أجازة من الشغل وتمشي بيه وتروح معاه القصر العيني وتعمل له التحليل والإشاعة وتوصي عليه الدكتور فلان اللي انت عارفه هناك وتدفع له فلوس العلاج وتجيبه له. انت كده تشوف ربنا؟ وما انت تفكر هتشوف ربنا ازاي؟ طب تعالى كده جرب، مجرد تجربة كده، انك تاخدي حلق من اللي في المشقبية اللي الله يرحمه جابهولك زمان في الخطوبة وشالهولك. يعني فكر كده انك انت تاخدي حلق من دول تروحي تديه لبنت يتيمة وتلبسيها الحلقة وتقول لها ما تكسفيش كده قدام البنات صحباتك. احنا صدقوني عالم غلابة موجوعين، فأشد الاحتياج ان احنا تبتهج روحي بالله مخلصي. انا ممكن نحكي لكم عن الوجع بس مش عارف الوقت خلص ولا ايه. خلص الوقت يا قد سابونا؟ اقول لهم على الوجع اللي عايشينه عشان اقلب المواجع نعرف اني في اشد الاحتياج للفرح. الوجع في وجع جسدي وفي وجع نفسي. الراجل ماشي في الشارع يقول ايه؟ يقول امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت. فقل هي مالك؟ قال لي يا ابونا امك قالت وبنتك قالت. قلت له امي ايه امك قالت؟ قال لي لا انا مرتي بتقول لي امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت. قلت له امك قالت ايه؟ قال انا امي ماتت لما كنت خاطبها، لما كنت خاطب مراتي امي ماتت من 20 سنه، بس هي فاكره لها كلمتين قايلهم لها وماشيه. هي بنتك دي مش تعود عليها برضك، هي بنتها هي برضك جننته، بيجي تعبان نفسيا. ما هو تعب. في واحد حبيبي جوي معايا تعبان ماديا، صدق ماشي يقول ايه؟ الرز ب30 والسكر ب20 والزيت ب55 يبقى 105 105 وعايزين نعمل 300 شنطه يبقى عايزين 31,500 ونص. طب 31,500 ونص الراجل بتاع التموين ليه 7000 يبقى 38,000. قدسك ادتني 9 يبقى باقي عليا 29,000. تعبان ماديا، عماله تغلى 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 وهو عمال يعد ومش ملاحق. مش ملاحق، دايما يطلع من قسط يلاقي قسط تاني، يطلع من جمعيه يلاقي عمال بيدفع ومش ملاحق، تعبان ماديا. وفي اللي تعبان عائليا يقول لي يا ابونا معلش صدق مطايقها ما عادش، خلاص يا ابونا خلاص جبت اخري منها يا ابونا. اقول له مين؟ يقول لي مرتي. انا يا ما طلعت من البيت يا ابونا ومشيت ما عايز ارجعش تاني، تخبطنا عربيه ولا تحصل لي حاجه احسن من ان انا ارجع البيت ده تاني يا ابونا. تعبان. ده ما اجي اقعد مع الست هانم تقول لي ايه؟ تقول لي ده لولا ملامه الناس وكلام الناس عليا صدق ما نعيش معاه، وعشان خاطر العيال اهو كله عشان خاطر العيال. تعبان. تعب. قلب كده في التعب تلاقي فيه تعبان روحيا. تعبان روحيا اصلك دخل في المفرمه بتاعت العالم، وهو قال لنا أنتم في العالم ولكن أحفظكم من الشرير. لا، دخلنا في العالم والمفرمة بتاعته واتكفينا زي الست المنحنية. عارفين الست المنحنية اللي في لوقا 13 دي شايفة إيه؟ تراب. شايفة التراب وبس، ما هي منحنية. عارف لما تيجي الكنيسة تلاقي المسيح يعمل إيه؟ يمد إيديه الاتنين. اجراها بس في لوقا 13 تلاقي يمد. دي المعجزة الوحيدة اللي استخدم فيها ايديه الاتنين. يمد ايديه الاتنين ويقومها بدل ما مكفية على التراب. شايفة جزم الناس وشايفة التراب. ايه هو التراب؟ انا. فاكرين في مثل الوزنات لما اداله الوزنة ودفنها في التراب؟ يعني دفنها بذاته في جسده. ما الجسد ده يقول لك التراب بيعمل عفرة. عارفين العفرة بتوع الظاهر ولا مش فاهمين؟ عاملين فيها مصر الجديدة انتوا. العفرة لما التراب يعفر والواحد فينا يعفر شوية هنا ويعفر شوية هنا لحد ما ياخدوني ويلبسوني البرنس والصليب ويمسكوني وياخدوني في الصندوق ويروحوا يحطوني في مكان ما اعرفش اعفر فيه. ما خلاص يقفلوا عليا في التربة بالباب بالمفتاح
وخلاص، ما فيش جوه عفرة. حتى لو عفرت بره، جوه ما فيش عفرة. احنا كلنا يا أحبائي في احتياج شديد ان احنا تتكون العلاقة اللي بيننا وبين الله معرفة شخصية حقيقية بشخص المسيح. عارفين يحصل فينا ايه؟ تلاقي نفسك كده بتطلع خطوة لقدام والفوق في علاقتك بالمسيح. ساعتها بس تقدر تقول مع أم العذراء: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. نقول مع بعض: تعظم نفسي الرب وتبتهج بالله. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد.